السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا صحة وخير. يلا كده نسمي الله كده ونشوف هنعمل ايه الحاجة الحلوة ديت. يعني هنعمل معانا كده، جايبين فسيخ هنعمله اول مرة هعمله والله يا جماعة معاكم. انا جايباه وبوريكم عشان اخلله على العيد، عايزة املحه على العيد، ومن زمان وانا نفسي اعمل فسيخ على القناة، ودي اول مرة هعملها ونشوف كده مع بعض. جبت الفسيخ اهو البورة اهوت قدامكم. وبغسله حلو من غشيشه، بخليه زي الفل، مش هخلي الميه تخش في بطنه. الراس نازله كده على الحوض زي ما انتم شايفين، وبغسل الفسيخه حلو. قصدي قصدي السمكيه بغسلها حلو وانضفها كده ونغششها، مش هخلي فيها حاجه زي ما انتم شايفين. ان شاء الله كده، اللهم صل على النبي كده، يا رب يبقى حلو كده معايا. ينغسل غسله حلوه ونغشش نغسل حلو، ونشوف هنعمل ايه دلوقتي فيه. خلاص خلصناه، واجي بقى اروح ماسكاه وعامله زي ما انتم شايفين، هو بينزل دم البوجو. لازم اجي ايه نشف الدم ده كله ونوقفه كده ايه في علبه. انا حاطه مناديل في العلبه علشان مش يتزحلق مني في العلبه، وعشان خاطر تشرب اللي هو في النغشيش ده اللي نازل منه ده. خلاص اهو زي ما انتم شايفين كده. نخلصه نشوف هنعمل فيه ايه. بنشف كده كله بنشف، بروح ماسكاه من عند الديل واتك عليه كده جامد كده. يعني انا بطريها من عند الديل، ايوه الحته دي بمسكها وطريها كده. يعني انا نسيت اعمل ديت باين شعر. فشايفين هي بس اللي عند الديل، بس الحته ديت بس بتاع السمك قال تمسكي من عند الديل كده وتطريها، مالكيش دعوه بالباطن ولا من فوق خالص، هي بس الحته اللي عند الديل. خلصت ورصيته في العلبه كده زي ما انتم شايفين، تحتها مناديل، ومش هبيته لغايه تاني يوم. يعني انا مثلا بعمله دلوقتي الصبح، بالليل ان شاء الله حط عليه قشر خفيف، مش بستعمله في حاجه ولا بلبسه. طرحه، قصدي طرحه يعني خفيفه خالص. سبته بتاع كام ساعه. الملح ده مش خشن ولا ناعم، يعني ايه وسط. سبته بتاع يعني من الصبح لغايه حوالي الساعه 10 بالليل، 11 12 كده. حطيت حبه شطه زي ما انتم شايفين اهم، بتاع معلقتين 3، وهحط عليه بابريكا واحط عليه حبه كركم. حطيت الشطه كلها لان هعمل سردين وهعمل فسيخ. انا جايبه سردين بردك وايه وقلت بعمل الخلطه مع بعضها. حطيت حبه حبهان يخلوا ريحه الفسيخ كده حلو. تكايه حلوه ديت، انت تحطي واحده حبهان، كم واحده كده، بيخلي الفسيخ حلو وريحته حلوه. وكنت حاطه بردك فيه ورق لورا، نشفته جامد من غشيش زي ما انتم شايفين، مش هخلي فيه دم خالص ولا اي حاجه خالص. واحشي بقى، احشيه على طول زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. ومعايا العلبه اهيت على البوتاجاز حطها، تكه كده على غشيش جامد، واحشيها ايه ملح بس زي ما انت شايفه كده. بفتح البوج واحط ريحه صغيره بس. خلاص طبعا بنمسك بقى الفسيخه، نقصها يا دوبك كده من بره كده، حاجه بسيطه بردك. ونكمل بقى الفسيخ كله لغايه لما اخلص اللي في ايديا ده، واشوف هعمل ايه تاني. ماشي. اني منشفاه بالمناديل، بس انا بعمله تاني عشان كل ما بتعملي كده بتلاقي حاجات بسيطه خالص، عشان مش يبقى في ميه في النغشيش يحصل فيه حاجه يعني مني ولا كده، عشان اول مره اعمله. انا حاطه بتاع معلقه كركم بس كده عليه. حطيت الكيس قدامكم نضيفه زي الفل. والفسيخ انا عايصاه كله ملحاه كله اهو، بعوز الظهر كله. احط واحده راس الناحيه دي، واحط الديل الناحيه دي. الديل ناحيه الراس والناحيه التانية الديل، الراس ناحيه الديل كده، يعني خلف خلاف يعني. وارش عليه كده حبه ملح، واروح ايه ربطاه، طلع الهواء كله منه. شايفين طلعت الهواء كله اهو، ولفيته لفه الجامده دي. ماشي. وكذلك اعمل كله كده مع بعضه كده، والفه كده زي ما انتم شايفين كده. ماشي لغايه لما ايه الفت كله. طبعا ديت هتنحط كمان في كيس زي ما انتم شايفين كده. يعني بحطه في كيسين 3 كده، ما فيش هوا يخش له خالص عشان مش يعفن منه ولا يحصل له حاجه.
معايا الاسترتش، ودول 3 بس مع بعض، والأربعة هيتعاملوا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. كفنته بس قاعد عندي كتير يا جماعة، أنا عملته بدري يعني، كان باجي على قد 15 يوم 16 يوم وعملته. المفروض اعمله يعني يقعد 10 ايام بس او كده، يعني لو قعد 10 ايام كان هيبقى طري شويه عندي. بس ده كان حلو برضه، احنا كنا كان طعم. بصراحه ما لقيتش طعم فسيخ كده خالص. طعمه جميل جميل جميل، بس انا كنت عايزاه طري شويه. بس هو كان حلو وطعمه حلو، وطريه يعني طريه، بس مش الطريه اللي هي الملبل بس كان جميل. الريحه، ما فيش ريحه خالص، ريحه فسيخ خالص. شايفين إني كفلته ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كده، وخلصت الفسيخ وعملته كله زي ما انتوا شايفين، وهحطه في القلب. انا كل كام يوم كده اروح شايفه العلبه ونقلها على الناحيه التانية، يعني هو كده في العلبه كده تحت، بروح بقى جايبها على الناحيه التانية كل كام يوم. كنت اعمله كده، يعني في ميه من تحت، لما تيجي البين الميه تنزل على الحبه اللي هم ايه فوق الناشفين، يطروها شويه. فالحمد لله زي ما انتوا شايفين خلصته وكفنته زي ما بيقولوا كفناه الكفن. الفسيخ طلعناه علشان نشوفه عامل ايه يا جماعه. يعني احنا خلصنا واتملح، وبعد 16 يوم ولا 17 يوم بطلعه عشان يوم العيد بقى، ويوم الوقفة بالليل بنتي عايزة نوبها. جات يا ماما هاتولي نوب يوم العيد وانت جاية تعيدي عليا، عشان مش عارفة اجي اكل معاكم. ماشي يا حبيبتي. فتحته يا جماعة زي الفل. بس انا مش كنت عايزة اللون الاحمر دي بصراحة، البابريكا كتير او الشطة، بس هو حلو، هو طعمه حلو جميل والله. عجب بنتي والله، بتقول يا ماما اللي بجيبه من بره دي بيبقى دلع خالص ومش حلو زي ده. زي ما انتوا شايفين طلعنا الفسيخ عشان بقى ايه، يعني انا عملت واحده اوريها لكم وعينتها تاني، بس انا بعت لها فسيخه، بعت لها 2 يعني، بعت لها ايه فسيختين. وطبعا كنت عامله اللي هو السردين، بعت لها حبه سردين على الفسيختين بتوعها، تاكل بقى في بيتها هي حر. زي ما انتوا شايفين فسيخه حمرا وجميله ازاي، بس كانت جميله والله، وكان طعم روعه. زي ما انتوا شايفين طلع الشوكه دي، شايفين بيطلع زي في ايديا. هو حلو مش ناشف بس حلو. شايفين الفسيخ عامله دكتور. انا كنت عايزه اكل منه اصلا وانا صايمه، بس ما رضيتش افتح القلب واخد منه عشان ايه، خفت عليه. مش عارفه خفت عليه ليه، عشان اول مره اعمله بقى. الله، عسل عسل، طعمه كان جميل وانا بدوقه كده. كان يوم الوقفه بقى بالليل. فاحنا عملنا الفسيخ اهو معاكم، والمره الجايه ان شاء الله نعمله احلى من كده كمان. شايفين دي حمرا، في بقى فسيخه تانية بتبقى بيضه، يعني مش كل الفسيخ بصراحه، مش كل السمكية زي بعض. يا واد السردين انا كنت عاملاهم ملح اخر، بس الظاهر ايمو مش عملته، مش ضافته مع الفسيخ باين. طلعت لها، شايفين زبده يا جماعه. السردينه زبده والله العظيم، طعمها جميل، احلى من اللي بشتريه من السوق. وزي ما انتم شايفين، اتفضلوا معانا، مش ننسوا لكم الاشتراك، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه يا حبايبي.